نروح لحته مشهوره قوي في المصريين قوي قوي، اصفرار الاسنان عند المصريين كتير جدا، حتى بيشربوا سجاير وغير اللي ما بيشربوش، وفي ناس ما بتشربش سجاير. بالظبط. ايه اسباب الاصفرار؟ والله هو الاصفرار ده بيبقى نتيجه عادات كتيره، ان انا مثلا زي الشاي زي القهوه وقلنا السجاير، او حتى ممكن البيبسي، ممكن البتاع. فكان العلاج الاول كان بيتم زي ما احنا شايفين كده حاجه مصفره، سنان فيها صفار شويه، يمكن دي كمان في حاجات بتبقى اكتر من كده بكتير. كانت مشكله ان كان الناس تعمل اول تبييض، فالتبييض ده كانت بتبقى مواد مبيضه، كانت بعد شويه ترجع تاني. مع السجاير ما كانتش تنفع، كانت تقعد فتره كبيره، وبعدين كان في حساسيه بعديها بعد شويه مع السقع والسخن والكلام ده كله. فابتدينا نعمل برضو نفس الفكره بتاعت القشره التجميليه دي، ان انا اعدل بيها الشكل واللون والكلام ده كله، وتبقى حاجه دايما، يبقى اسنان بيضه على طول باستمرار من غير اي، مهما شرب بقى مهما عمل خلاص هي اسنانه هتفضل كده فور لايف، مش محتاج ان هو يعمل فيها اي حاجه تاني طول عمره. فبرضه بشيل طبقه بالميكروسكوب صغيره جدا، حاجه لا تذكر زي ما احنا شايفين كده، اكني مش شايل حاجه. 3/10 من الملي من على السنه، ابتدي اشيلهم حاجه بسيطه جدا بالميكروسكوب. طبعا ده لو انا مش بالميكروسكوب مش هقدر اعمله، الاداه كبيره عشان اشوف الاداه دي اصلا مش هشوفها. وبرضه المعمل كان زمان ما يقدرش يعمل التخانه دي، فاجي بعد كده او مصور بالكاميرا 3 دي الليزر، تصور لي تعمل لي الموديل، يطلع لي موديل ثلاثي الابعاد بالمنظر ده. ده منظر التحضير اهو اللي احنا عملناه في موديل ثلاثي الابعاد. عظيم. ابتدي اديزاين القشره بقى على السنان القدامانيه، تصمم بقى القشره، اصمم عايزها بقى نفسك في شكل ايه، شكل مين، يطلع لي الشكل ده. هي عاجباها الشكل ده، طب تمام، حطيه على وشك شكله عاجبك تمام، نبتدي ان احنا نقول للكمبيوتر اخرط لي المنظر ده، اعملي المنظر ده، المنظر اللي انت شايفاه على الكمبيوتر بالظبط على وشك هيطلع على الطبيعه بالظبط. حلو قوي. والعضه مع السنان القدامانيه برضو مفيش حاجه اسمها عاليه، مفيش حاجه اسمها لما اجي امضغ بحس ان في حاجه غريبه في بقي، يقول له لا اصل هيطبع، اصل بعد شويه هيتعود عليه، اصل بعد مش عارف ايه، مفيش الكلام ده. لا، لان دي بتبقى علاقات، يعني الفك ده بيتحرك قصاده وتحتيه ويمين وشمال، ده منظر البعد. بعد ما خلصنا المنظر اللي شفناه في الاول في بقها اتغير تماما في ساعه، والمنظر اللي شفناه على الكمبيوتر هو اللي شفناه في الطبيعه. مفيش بقى اختلاف، مفيش بقى اكسبكتيشنز ورياليتي، مفيش اختلاف ما بين الواقع والتوقع، لا هو اللي انت متوقعه هو اللي انت هتلاقيه وهو اللي انت عايزه. ممكن واحد يقول لك انا عايز اللون كذا، فانت لما تطلعه له على الكمبيوتر يطلع اوفر شويه، فيقول لك لا انا عايزه اقلله درجه البياض، حاسس انها اوفر على بشرته، او انت تحس انها مش مناسبه للون بشرته، فتناقشوا فيها. في مناقشات، المقارنه هي جميله. بالظبط، المنظر ما بين القبل والبعد لا كانت الاول مش حلوه، شكل ولون وكل حاجه، دلوقتي بقى لا، بقت الشكل اللي احنا عايزينه، اللون اللي احنا عايزينه. وده برضو مش افتح لون، يعني في لون الوان افتح من كده بكتير، بس هي كانت طالبه اللون ده، ان هي مش عايزه يبان انها عامله تبييض او عامله حاجه، اكن اسنانها كده طبيعيه مش عامله حاجه خالص. حلو قوي. طيب الجديد ده نشرب عليه شاي وقهوه وسجاير عادي ولا؟ عادي جدا، عادي جدا، ما بيتاثرش ولا يحصل له اي حاجه. بيور بورسلين، نفس ماده السنه الطبيعيه، ولكن سيلد بقى، يعني السنه بتبقى فيها مسام، ده سيلد. ازاز، حاطط ازاز في بقي ما بيجروش حاجه خالص، وازاز ايه قوي جدا، طبقه رفيعه جدا ولكن في منتهى القوه، ما تتكسرش خالص، 15 سنه 20 سنه مضمونه من الدكتور ومن الشركه الام اللي مصنعاها، ان ما يحصلهاش اي حاجه، وبيبقى عليها اختبارات وبحث علمي 15 سنه ما يجراش اي حاجه خالص. تمام. عايز اروح للفرق بين التبييض والقشره التجميليه. يعني كتير من الناس ترتبك، وخصوصا ان كلمه تبييض عليها كثير من الاقاويل، يعني ناس تقول لك ايه، لا ما تعملش تبييض، ده التبييض ده بيضر السنه، ماده التبييض اللي بتستخدم مش عارف بتعمل ايه وايه وايه، الكلام ده اشاعات ولا واقع؟ والفرق بينه وبين القشره التجميليه ايه؟ تمام. هو التبييض هو عباره عن ايه؟ عباره عن السنه دي عباره عن مجموعه املاح محطوطه مع بعضها، الاملاح دي بتمتص الوان فبتصفر، فالتبييض هو عباره عن ماده مبيضه بتخش السنه تشيل الاملاح اللي لونها اصفر وتحط بعد كده، دي مرحله اولانيه. المرحله الثانيه ان بيتحط مكانها املاح لونها ابيض. تمام. فبيعتمد على ايه؟ بيعتمد على درجه المساميه بتاعت السنه، يعني السنه دي هل هيقدر يخترقها المبيض ده قد ايه. فان انا كدكتور اقدر اتوقع نفس الماده دي مع حضرتك غير معايا غير مع حد ثالث، يعني كل واحد فينا الماده تخترق بشكل مختلف، فدرجه التبييض هتبقى مختلفه. هو ما بيضرش، يعني لو اتعمل صح ما بيضرش. تمام. لان هو في ناس بتعمل التبييض طبعا اللي هو الحاجات اللي مش كويسه، ان هو يشيل بس يحط المبيض وما يحطش الماده اللي بتحط
الاملاح دي تاني، لان هي دي الماده اللي غاليه. ولكن هو التبييض في الاول وفي الاخر دي الفكره اللي لازم الناس كلها تفهمها. اولا مش متوقع، انا مش هقدر اقول لك، انا بديك رينج او مسافه ان من كذا لكذا هتبيض. الحاجه الثانيه ان هو مؤقت، ليه؟ ان هو انا عندي اي عاده اللي غمق السنه اول مره هيغمقها تاني. القشره التجميليه بقى ده الحاجه النيو ترند او الستايل الجديد، ان ده بقى المتوقع اللي دايم. انا عايز اعمل يا دكتور حاجه بيضه دايما. كان زمان يعملوا طرابيش ويبردوا السنان ويصغروها قوي علشان خاطر يعمل حاجه زي كده. دلوقتي لا، انا زي ما بقول لحضرتك كده 3 من 10 من الملي من بره من السنه بخشنها، بس حاجه لمجرد انها تلزق. عندنا صور لكده هنشوفها دلوقتي. عمليه استخدام التبييض او استخدام القشره للتبييض. الزيركون، ما دي قشره الزيركون. لا، الزيركون بقى فيه نوعين. في الزيركون وفي الايماكس. الزيركون ده اعلى. ايماكس اعلى بكتير، لان درجه الشفافيه بتاعه الايماكس بتماثل السنه الطبيعيه بالظبط. فلو حد عنده درجه شفافيه في اسنانه، تبص تلاقي ان الزيركون يبقى باين ان هو حاجه صناعيه، لان لونه هو ما بيعديش الاضاءه. يعني ده مثلا تركيبه او غطاء معمول من ده بس ده طربوش مش غطاء، ده طربوش معمول من الزيركون. فلما تيجي تبص اي حد يبص على السنين اللي قدام دول لازم بيقارن بينهم، عينه غصب عنه بتقارن بينهم. ايوه. فهبص الاقي لا، يعني دي تركيبه، انا حاسس ان دي تركيبه. اولا اللثه مش مقفله عشان مش معموله بالميكروسكوب. ثانيا الماده اللي معمول منها باين خط اسود. الخط الاسود ده انعكاس الضوء في حته الفراغ. شوف انا بقيت شاطر ازاي. شوف حضرتك. لما اجي اعملها بالاي ماكس، شايف حضرتك درجه الشفافيه بتاعه السنه حتى من تحت السنه شفافه جدا. زي اللي جنبها بالظبط. قفلتها بالكمبيوتر هنا. قفلناها بالكمبيوتر بالميكروسكوب وبالاي ماكس ده. فبقت درجه الشفافيه بتاعتها عاليه جدا. مش ممكن تفرق ان دي صناعيه ودي طبيعيه. فبتبص تلاقي ان الزيركون كانت مرحله، وابتدينا دلوقتي ان احنا نخش في مرحله السيرك او التركيبات اللي بالكمبيوتر، اللي هو كمبيوتر ايدد ديزاين، كمبيوتر ايدد مانيفاكتشر، عشان نقدر ناخد حاجات انا متوقع انا العيان داخل هو عارف هو يوصل لفين، واللي هنقول له عليه هيلاقيه، او اللي هو نفسه فيه هيلاقيه بالظبط كده. تمام. انا عندي حاله جايه لنا على الفيسبوك بتقول انا شاب عمري 18 سنه، عندي تلون باللون البني في الاسنان وتآكل في المينا، وعرفت بالدراسه انه مرض وراثي، ما هو العلاج؟ تمام. هسألك، عرف ربما بقى راح كشف فعرف ان ده مرض وراثي، هل في مرض وراثي يعمل كده؟ طبعا هو في بعض المضادات الحيويه لما بتتاخد فتره الحمل تتراسايكلين بيعمل اللون البني ده في السنان. تتراسايكلين ده اسم الماده الفعاله موجود في عدد من المضادات. بالظبط. ده الشكل بتاع التتراسايكلين. ده الشكل بتاع التتراسايكلين. فده كانت حاله برضو فعلا ولد عنده 18 سنه. بس ده كلام مشترك بيننا وبين بعض. ايوه بالظبط. بين البطنه وبين الاسنان ما ناخدش تتراسايكلين في فتره الحمل. تمام. فبيطلع المنظر ده. فده كان زمان ملهاش علاج، فكان يعني يقعد بقى يحط طرابيش ويبقى باين. كان فعلا الولد ده انا عايز اقول لحضرتك 18 سنه وبيقول لي انا بقالي من ساعه ما ابتديت اروح المدرسه ما بضحكش. بيخاف يضحك لما يشوف زمايله، يخاف يضحك. السنان بتبقى المينا بتاعتها ضعيفه، بيبقى فيه لون بني بالمنظر ده، بتبقى والفراغات اللي موجوده ما بين السنان وبعضيها. فكان حتى لما كنا بنعمل الزركونيا كان بيبان ان انا عامل حاجه، يعني دي فيها حاجه مش طبيعيه. لونها ابيض وجميل وكل حاجه، بس درجه الشفافيه مش هي اللي انا نفسي فيها. فبنبتدي نحضرها دي بقى، عملناها كنا عايزين نغير اللون تماما من كل الاتجاهات. فبنعمل الكفر اول اراوند او كل بتاع، برضه نسبه البرد بتبقى اقل بكتير جدا بالميكروسكوب. مفيش بقى التهابات في اللثه، مفيش الكلام ده كله. ببتدي ان انا ابرد واعمل الديزاين بالمنظر ده. اخد مفيش برضه مقاسات، مفيش عجينه، كاميرا 3 دي تصور لي تطلع لي الموديل 3 دي بالمنظر ده. ابتدي ان انا اعمل عليه الديزاين ده. الولد ده يمكن احنا عملنا له ال 28 سنه، يعني عملنا له سنانه كلها 28 سنه، 14 فوق 14 تحت. وبنبرد كله لدرجه كان في مثلا سنه مش موجوده في النص، الناب ما كانش موجود تحت، كان ما طلعش خالص. فابتدينا نبرد وابتدينا نعمل الديزاين. ادي الديزاين بتاع فوق، ابتدي اشوف علاقه شكل السنان مع فوق، الشكل اللي انا نفسي فيه. وتحت ابتدي برضو اعمل الشكل بتاع تحت، واقعد بقى ايه. لا دي برضو الحقيقه مهمه قوي قوي، حته المشاركه دي، ان انا ابقى معاك. انا مش انا وانت بنشوف اللي بيعمله المعمل. يعني طبعا حاجه جميله جدا. احنا طبعا يعني احنا عملنا جهد كبير عشان نشوف ايميتيشن او بمعنى اصح
نشوف حاله مشابهه لهذه الحاله عند الدكتور شادي، وجبنا قعدنا نبحث ونجهز في الكلام دوت، وهو يطلع لنا من ملفات الحالات عشان نشوف الحاله بتاعت التتراسايكلين. وحالات التتراسايكلين دي مش شهيره، مش سو كومن. بس في حاجات كتير بتؤدي لنفس النتائج، انها يبقى لونها بني برضه بالذات. بس مش بالشكل بتاع التتراسايكلين، مش بالشكل بتاع التتراسايكلين. التتراسايكلين ده المضاد حيوي معين احنا بننصح بيه. حلو قوي. بنقفل العضه بقى، في كمان العلاقه العضه بيديني موديل يفضل يخلي العيان اكنه بياكل على الكمبيوتر، وابتدي اوصل للنتيجه بالمنظر ده. حلو البتاع بتاع البق اللي بتفتحه بيه البق ده. دي عشان نصور عشان نشوف كل السنان. فده المنظر عاملين ال 28 سنه. حضرتك لما تشوفه ما تقولش لا ده من الشفافيه بتاعت الاي ماكس والكمبيوتر بتاع العلاقات والتحضير بتاع الميكروسكوب، كل الكومباينيشن ده مع بعض، وكل بتاع لما بيجتمعوا يقعدوا يدينا منظر زي ده بشكل جمالي زي ده. ما تقدرش تقول شايف حضرتك مثلا من فوق الشفافيه غير من النص غير من تحت. ليه؟ لان هي بتعكس اللي تحتيها، فتديني منظر طبيعي، تديني منظر سنان. ده بالظبط زي المينا بتاعت السنان، لان المينا بتاعتنا زي الازاز. فلما بعمل الاي ماكس ده بتعكس لي منظر العاج اللي جوه السنه، فيديني منظر جمالي رائع، ما يبقاش فيه اي مشكله في البتاع، وما يبقاش ده ابتدى يضحك بقى، وابتدى يضحك يتصور وهو بيضحك على الفيسبوك ومش وابتدى المنظر قبل وبعد. طبعا اختلاف كلي وجزئي. دي حاله عن الدكتور شادي مشابهه للحاله اللي احنا نقلناها من الفيسبوك. يعني نفس التتراسايكلين. احنا عبال ما دورنا على الصور الحاله دي قعدنا وقت طويل جدا عشان نطلع صوره مشابهه او حاله مشابهه للصوره اللي جت لنا، ونتمنى ان يكون صديقنا استفاد من رؤيه حد شبهه بالظبط بهذه الحاله. بالظبط. تعال نرجع لسؤال مهم جدا جدا. نوع التركيبه بيأثر على الشكل النهائي. يعني عايز اركز على الحكايه دي. في ناس بتسترخص، يعني يقول لك ما انت الاي ماكس او مثلا التركيب النهائي بالكمبيوتر هيبقى اكيد اغلى من الزركونيوم. طب خلينا في الزركونيوم. الفرق في فرق في الثمن بينهم وبين بعض؟ والله لا، هو ما بين المعدن المتغطي بالبورسلين والزركونيا او التركيبات اللي كلها بورسلين في فرق طبعا. انما ما بين الزركونيوم وما بين الاي ماكس دي الانوفيشن او دي الحاجه الجميله ان هو مفيش فرق والله. يعني هو دي بقت ريبليسنج لدي. وبعدين اصل حاجه احنا شلنا اوفر هيد بتاع المعمل. يعني انا الجهاز طبعا غالي، اوفر هيد اللي هو التكلفه او التكلفه. ان انا ببعت لمعمل والمعمل ده بيعمل شغل وبيرجعه لي، والهيومن فاكتور ان في شخص بيشتغل. فشيل العنصر البشري دي فيها ميزتين. الميزه الاولانيه التوقع، ان انا ما عنديش خطا بشري، ان مهما كان المعمل مثلا لما تبعت له حاله، حتى معمل في مصر، معمل بره مصر، احنا كنا بنبعت لمعامل بره في اوروبا زمان. مره هيبعت لك حاله حلوه، ومره هيبعت لك حاله نص نص، مره هيبعت لك حاله وحشه هتعيدها، وده كله ده على حساب العيان في وقته وعلى حسابه في شغله والكلام ده كله. فحته التوقع الحاله هتطلع شكلها عامل ازاي دي مهمه جدا. فدي كان بيخش فيها الهيومن فاكتور او العنصر البشري. العنصر البشري ده اتلغى دلوقتي. خلاص بقى عندي يعني كمبيوتر بيديني بروبوزل، او هو عنده كتالوجات، اوري الكتالوج للعيان يختار الكتالوج شكل السنان اللي نفسه فيه، ونعمله له ونركب شكله على وشه. عجبه خلاص، ما عجبوش خلاص. فدي عنصر. العنصر الثاني هي عنصر ان انا من يد ليد 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 دي برضو العيان بياخد فلوس والدكتور بياخد فلوس والكلام ده كله. انا عندي طبعا في مصاريف بتتصرف في المكنه والكلام ده كله، ولكن المصاريف دي تعادل تقريبا مصاريف المعمل من غير شيل الهيومن فاكتور، فما فيش فرق كبير في السعر ما بينهم، حاجه بسيطه يعني. تمام. انت نورتنا وسعدنا بلقائنا جدا جدا جدا، واثرتنا بهذه المعلومات. وعلى فكره دايما حلقات طب الاسنان هي اكثر الحلقات جهدا في الاعداد والاخراج. انت عارف الحكايه دي؟ ليه؟ لانه احنا عندنا في الاخراج بيراعي جدا، واحنا عندنا احسن مخرج طبعا في مصر هلال، بيراعي جدا درجه الاضاءه، وعندنا مشكله كمان ان الصوره لازم تتصغر عشان تطلع على السكرين. فعشان نطلع كمان الزاويه بتاعه السن يعني نفس زاويه سن الكمبيوتر بتاعك، نفس سنه التصوير، دي بتاخد وقت. طبعا. بشكرك شكرا جزيلا. طبعا القدير الرائع، القيمه المتميزه في علم جراحات طب الاسنان، واللي انا بقيت شاطر في طب الاسنان وبقيت افهم، لان دي كليه طب منفصله عن كليه الطب بتاعتنا يا جماعه. لكن في لينكات وبمسك انا فيها وبحفظ، لان انا يعني بدات اذاكر كويس جدا الاسنان. فكل الشكر والتقدير طبعا للاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس كليه طب الاسنان جامعه عين شمس، وزميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه. القدير الرائع، نورت كالعاده. فهمتوا يعني ايه انه
طب البطنه مرتبط بالاسنان. طبعا خلي بالكم من تتراسايكلين، خلي بالكم من تسمم الرصاص. الناس اللي شغالين في بنزينات خلي بالهم، لانه تسمم الرصاص الموجود في البنزين بيوصل السنان وبيأثر فيها. خلي بالكم من هذا الكلام بشكل كبير جدا. لكن في النهايه الاسنان لها حلول جميله جدا ولها حلول جذريه جدا، ويا سلام ما اجمل ان تبتسم سواء في الفيسبوك او لحد بتحبه او في مناسبه. جميل قوي التشيز، قول تشيز كده بتطلع شكلها حلو قوي. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته تانيه.